احنا كده معانا حالة هيمانجيوما زي ما احنا شايفين، كومبريسبل. ادوس عليها تقوم تفضي، اشيل ايديا تبدا تملى. ده بيطمني ان هي هتستجيب للفيرست لاين اللي هو البروبرانولول، وهي بالفعل مشيت عليه مده شهر وكان في فرق في الاستجابه، وهنتابعها مره في الشهر وهتتحسب على الوزن بتاعها 2 مللي جرام بالكيلو جرام بير داي. لو الحاله ريزيستنت ساعتها ممكن بقى تفكر في الانترفيرون، انفنكريستين، ده كيموثيرابي، او انك انت تستخدم انتراليجن استيرويد انجكشن، وده كان زمان. الحكايه كلها في البيشنت سيفتي. ولو انت عايز تزود حاجه ممكن تجيب نتيجه حلوه، هي الليزر ثيرابي بالبلتد داي ليزر. اهم حاجه تكشف على البت دي كويس عشان خاطر تتاكد ان ما عندهاش سباينا بيفيدا او فيش سيندروم او كازاباخ ميريت سيندروم او مافوشي او فون هيبن لينداو. مفيش تدخل جراحي في حاله اتشخصت خلاص هيمانجيوما الا لو هي هتهدد حياتها او بتعمل ديستورشن للسراوندنج ستراكشر حوالين النوز، اللب والاير. فان احنا نتدخل في حاجه ممكن تروح ميديكالي مش مطلوب، خصوصا ان هي هتروح 50% عن 5 سنين، 70% عن 7 سنين. عند سن 12 سنه بقى اللي اتبقى واللي راح. فساعتها اللي اتبقى ممكن تفكر تشيله جراحه ولا تشيله بالليزر.